السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. اخبار جديدة جوه النادي الاهلي وقرارات جديدة. انا مبسوط بيها جدا. قرار ان كابتن سيد عبد الحفيظ يرجع تاني مشرف عام على الفريق الاول. مشرف عام، ده احسن قرار اتاخد من النادي الاهلي من سنتين يمكن. ليه؟ هكلمك في فرقة او لعيبة ما تستاهلش ان هي تلبس تيشيرت النادي الاهلي، ما تستحقش ان هي تلعب جوه النادي الاهلي، ما تستاهلش ان هي تاخد ملايين كده. كابتن سيد عبد الحفيظ هو جاي مخصوص عشان الفريق الاول. لعيبه وحشه، لعيبه ما تستاهلش تلبس تيشيرت النادي الاهلي، لعيبه متخاذله. كابتن سيد عبد الحفيظ جاي يعدل الميله زي ما بنقوله. احنا شايفين الفرقه في اسوأ حالاتها، داخلين على بطولات مهمه، داخلين على ماتش السوبر، داخلين على بطوله افريقيا. بطوله افريقيا انت في مجموعه من اقوى المجاميع. انت لو هناك لو رحت الجزائر خسرت، شكرا 3 بونت طاروا. معاك فرق مش هتخليك زي ما بنقولوا ايه، تاخد نفسك. هتبقى عايزه تكسبك وانت في اسوأ حالاتك. كابتن سيد عبد الحفيظ ده قرار مهم جدا 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 ان يرجع جوه النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ ما حدش عرف يعوض مكانه خلال الفتره اللي مشي فيها. كابتن سيد عبد الحفيظ اضافه قويه جدا 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 للفريق الاول، واضافه قويه جوه النادي الاهلي. ما كانش كابتن محمود الخطيب اصر ان هو يبقى في القائمه بتاعته كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ احنا محتاجين ان احنا نحافظ عليه جوه النادي الاهلي. ايقونه مهمه جدا جوه النادي الاهلي، من جماهير بتحبه، لعيبه بتحبه، حتى جماهير المنافسين، حتى الادارات المنافسه بتحب كابتن سيد عبد الحفيظ وبتكن له كل احترام. كابتن سيد عبد الحفيظ اضافه مهمه جدا 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 جوه النادي الاهلي. انا حابب اشوف دايما كابتن سيد عبد الحفيظ مع الفريق الاول، لان هو اللي هيظبط الفريق الاول. كابتن محمد يوسف مش على قد الامكانيات ان يمسك فريق اول. لا، كابتن سيد عبد الحفيظ مشرف عام على الفريق الاول، دي حاجه اضافه قويه جدا 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 مع احترامي لكابتن محمد يوسف. لكن في واحد بيبقى عنده شخصيه وفي واحد ما عندوش شخصيه جوه الفرقه. انا شايف كابتن محمد يوسف اضافه ضعيفه جوه الفريق. كابتن سيد عبد الحفيظ من اهم القرارات اللي الاداره اخذتها ان كابتن سيد عبد الحفيظ يبقى مع الفريق الاول. كابتن سيد عبد الحفيظ شخصيه قويه هتقدر تسيطر على غرف الملابس زي ما بنقولوا. جوه اوضه اللبس فيها مشاكل، عشان كده احنا شايفين الفرقه في اسوأ حالاتها. جوه اوضه اللبس فيه كلام كتير. كابتن سيد عبد الحفيظ هيقدر يظبط الكلام دوت. كابتن سيد عبد الحفيظ الفتره الجايه عليه حمل تقيل قوي، احنا لازم نقف في ظهره ولازم ندعمه. احنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لان عايزين نشوف فرقه النادي الاهلي في احسن شكل. ويا رب نشوف الفتره اللي جايه فرقه النادي الاهلي في احسن حال. هنشوف الماتش الجاي مع سيراميكا كليوباترا، ماتش مهم جدا 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 جدا. ماتش مهم جدا جدا جدا. نكسب الماتش ده، حاجات كتير قوي 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 هيفوق فيها النادي الاهلي. حاجات كتير قوي هيفوق فيها النادي الاهلي. انت عندك الاهلي وسيراميكا وعندك الزمالك وبيراميدز. ماتش انت كده كده هتقابل فرقه قويه. لو عديت ماتش سيراميكا، سيراميكا فرقه قويه والماتش هيبقى جامد قوي. عندك يا بيراميدز هتقابله في النهائي يا الزمالك. فرق واقفه على حيلها، فرق لا هتلعب عليك كوره. في ظل اللي انا شفته من الماتش المصري، لا، النادي الاهلي من احسن القرارات اللي اخذها جوه النادي الاهلي ان يرجع كابتن سيد عبد الحفيظ، لانه اصلح واحد للمكان ده. ويا رب الفتره الجايه نشوف النادي الاهلي في احسن مكان، ونشوف فرقه النادي الاهلي زي ما احنا حابين نشوفها، كلعب وكاداره في الملعب وكاداء، كل حاجه. ان شاء الله الفتره الجايه مع كابتن سيد عبد الحفيظ هنشوف النادي الاهلي في احسن اماكن تتويج للنادي الاهلي زي ما متعودين. ان شاء الله نتوج بالبطوله الافريقيه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ناخد الكاس ان شاء الله، وتبقى النادي الاهلي اللي بنحب نتفرج عليه في احسن مكان يا رب. واشوفكم على خير ان شاء الله، وعندنا ماتش جايه ان شاء الله، بطوله الكاس. وان شاء الله يبقى فيديو لفرحتنا على النادي الاهلي، وفيديو نتبسط ان احنا طالعين نعمل فيديو في حب النادي الاهلي. سلام.